اما انا عليا شويه لسان عصفور بالكبد والقوانص، كل اللي بيدوقه بيتجنن عليه. ويا سلام بقى لما يتاكل وهو سخن كده ويدفينا في البرد ده، ما تقولي عملتيه ازاي؟ ماشي، تعالى اقولك عملته ازاي. هضيف في الحله معلقه سمنه كبيره، واول ما هتسخن هنزل عليها ببصلتين كبار متخرطين. اول ما البصله هتدبل كده هضيف عليها معلقه توم صغيره. هشوح تشويح بسيط كده، وهنزل عليه بالكبد والقوانص غسلاها كويس ومقطعاها قطع صغيره. هضيف عليها الملح والفلفل وربع معلقه قرفه، وهقلب كويس وهوطي النار وهسيبها تستوي براحتها خالص على ما احمر بقى اللسان العصفور. هضيف شويه زيت في الطاسه، وهنزل باللسان العصفور وهحمره. اول ما ياخد اللون الذهبي ده كده خلاص انا هشيله من على النار عشان بيغمق لما بنركنه على جنب شويه، فنخلي بالنا. هنا معايا الكبد والقوانص كمان استوت. نزلت عليها بالطماطم المضروبة وهخفها بشوية مية، وهغطي واسيبها لما تتسبك. لازم في الخطوة دي تتسبك الطماطم معانا، شايف كده؟ امم ريحتها جميله جدا. هنزل عليها بقى كده باللسان العصفور، وهضيف عليها نفس التوابل، ملح وفلفل وشوية قرفة صغيرين ومكعب مرق، وطبعا ده اختياري. وهقلب الكلام ده كله كده كويس مع بعض، وهبدأ أضيف عليه المية المغلية. والمية هنا معيارها نفس معيار الرز، يعني لازم المية تكون مغطياه. هغطي عليه وهسيبه كده لما يغلي ويتشرب. هفتح هقلب كويس وهوطي بقى وهسيبه لما يستوي ويبقى بالجمال ده. ايه الريحه الجميله دي؟ الريحة مفحفحة، امم وشوف مفلفل وخطير ازاي. وكمان خلي بالك ان تسويته نفس تسوية الرز، يعني على نار هادية خالص. طبعا الطبق ده بتاعي. مفيش الكلام ده. طب المعلقه دي ادوق؟ لا، عشان خاطري. المعلقة الأولانية دي بتاعتي. بتاعتك ايه ده؟ الريحه حكايه، استني بس انت كده. الطعم جميل جدا، لا بجد تسلم ايدك. تسلم بألف هنا.